بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة مع بعض ورشة الذكاء، ورشة كتابة البحث العلمي بالذكاء الاصطناعي، في مبادرة الذكاء الاصطناعي بالعربي. إن شاء الله النهاردة تكون الورشة يعني فيها إضافة قوية، ونقدر مع بعض إن شاء الله نعرف يعني إيه بحث علمي، ونعرف خطواته من البداية لحد ما نوصل إن شاء الله لأن إحنا نقدر نطلع بحث علمي باستخدام الذكاء الاصطناعي. آه، ده المبادرة بتاعتنا والورشة بتاعتنا الطبيعية. وده شخص طبيعي اللي معانا في كل مرة، لكن الإضافة النهاردة معانا يعني ضيف موجودة معانا، وبنشكرها بصراحة على وجودها معانا من فترات كبيرة في الفعاليات بتاعتنا، وهي دكتور انتصار. دكتور انتصار إبراهيم بصراحة من الشخصيات اللي عندها تواصل علمي رائع جدا، والناس المجتهده جدا وبتحاول ودايما بتتعلم جديد، رغم ان هي ما شاء الله يعني معلمه اجيال يعني، الا انها حريصه دايما برضه ان هي تتعلم كل جديد يعني. فبنرحب بيها النهارده في مبادره الذكاء الاصطناعي بالعربي، وفي مشاركتها معانا في ورشه عمل كتابه البحث العلمي. دي كانت تعريف بسيط عن دكتور انتصار. طبعا يعني الشيء بتاعها اكبر من كده. هي دكتوراه في علوم الفسيولوجي، عضو هيئه تدريس بجامعه المنصوره، منسق تحسين الأداء بوحدة الجودة بمستشفى الطوارئ جامعة المنصورة، ونشرت العديد من الأبحاث، مدرب دولي معتمد، حضرت العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية، حصلت على العديد من الدورات العلمية اللي بتخدم البحث العلمي، خريجة البرنامج الرئاسي المرأة تقود في المحافظات المصرية، خريجة العديد من الدورات من أكاديمية ناصر العسكرية. فمشكور على وجودها معانا النهارده، وإن شاء الله تكون ورشة عمل قوية. احنا محتاجين نكون مركزين، وان شاء الله نستفيد كلنا. برضه هكون ان شاء الله في فقره عندنا في الاخر فيها اسئله، لو حد عنده اي سؤال واحنا شغالين كده ايه يبدا يسجل الاسئله بتاعته، عشان في الاخر ان شاء الله نسال ونجاوبها كلها. سريعا، المبادره بتاعتنا مبادره الذكاء الاصطناعي بالعربي. زي ما عرفنا وكل مره بنأكد عشان نقدر يعني نخلي الموضوع ده يعني بينا اكتر، احنا نستفيد منه اكتر، وفي نفس الوقت نوصله لغيرنا اكتر واكتر، عشان فعلا الموضوع مهم جدا. مبادره الذكاء الاصطناعي بالعربي، اي ان عربي، دي مبادره تعليميه رائده تهدف لتعزيز مهارات الشباب المصري والعربي في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بشكل فعال في مختلف مجالات العمل. يعني كل واحد يفهم يعني ايه ذكاء اصطناعي، ويقدر يستخدم التطبيقات بتاعته يوظفها في مجال شغله وحياته العمليه. ايا كان حياته تفاصيلها ايه، يقدر يستفيد من الذكاء الاصطناعي في حياته. المبادره بتخدم مين من الفئات؟ عرفنا ان هي بتبدا من طلبه الجامعات والخريجين والباحثين ورؤساء العليا والباحثين واساتذتنا طبعا في الماجستير والدكتوراه واساتذه الجامعات، الموظفين في كل وظائفهم، واصحاب المشروعات الصغيره بالمبادره او محتوى المبادره يفيدهم جدا جدا في حياتهم. ودي الفئه اللي احنا بنحاول دايما نوصل لها ونوصل لها المعلومات بتاعتنا. ورجاء يعني احنا برضو محتاجين انكم انتوا تساعدونا ان احنا نوصل للناس دي بشكل اكتر واوسع. فلو في اي حد عنده اي افكار او يقدر يكون معانا فبنرحب بيه جدا. عندنا هدفنا واضح ومحدد، وهو تمكين الشباب من فهم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي باسلوب عملي وبسيط. نفهم الموضوع بشكل كويس، خطوات عمليه بسيطه نقدر نطبقها نستفيد منها على المستوى الشخصي. زي ما باكد دايما، احنا يهمنا او مهمه كل واحد فينا هو مستواه الشخصي مع الذكاء الاصطناعي طبعا بشكل اساسي. وفي حياتنا كلنا مهمتنا الاولى هي حياتنا. دايما بقول كده انك انت مشروعك الاول. اي حد عايز يبقى عنده مشروع يشتغل على نفسه كانه مشروع ينجح، هتلاقي بعد كده يقدر يعمل مشروعات تانية تلي او من بعدها. طيب المنهجيه اللي شغالين بيها احنا برضو بنأكد عليها، اللي هي منهجيه المستر MSTR. ودي بتبدأ معانا، دي عباره عن اطار عمل تعليمي هدفه تحقيق اقصى استفاده للمتدرب. اي حد بيحضر معانا نقدر نوصل له اقصى استفاده ممكنه عبر خطوات منظمه تسهل استيعاب المفاهيم وتطبيقها بشكل عملي وفعال. عايزين الموضوع يكون بسيط جدا جدا
وعملي وفعال جدا جدا جدا. يعني الموضوع يكون بسيط جدا ومفيد جدا جدا ببساطه جدا او باختصار. حلو. المنهجيه بتعتمد على 4 عناصر مترابطه. تبدا من المايند سيت اللي هي الام، والستبس اللي هي الخطوات، والتولز اللي هي بناخد منها حرف التي، والريزلتس او نتائج. بنتناول اي موضوع، بنبدا من اول يعني ايه هو بيعمل ايه، مميزاته ايه، عيوبه ايه، ايه الموضوع، امتى يبقى كويس، امتى يبقى مش كويس، امتى يكون افضل حاجه، امتى ما يكونش افضل حاجه. ده المايند سيت، عقليتنا، فهمنا عن الموضوع عامل ازاي. حلو. بعد كده نرتب اللي احنا عايزين نعمله بخصوص الموضوع ده، نرتبه خطوات معينه، محتاجين نعمل 1 2 3 4. تمام، عشان نحقق نتائج محدده مركزين عليها. طيب ايه اللي يساعدنا ننفذ الخطوات دي؟ هي تولز محدده. وهنا بتبدا زي ما اتفقنا، التولز بتبدا معانا من اول القلم الرصاص القلم الرصاص والورقه، لحد الذكاء الاصطناعي. كلها تولز بتساعدني ان انا انفذ خطوات عمليه انا رتبتها بناء على فهمي لموضوع محدد، عشان احقق نتائج محدده بشكل بسيط جدا. طريقه تفكير واضحه وعمليه، تقدر تستخدمها حتى في اي موضوع من موضوعات حياتك الشخصيه. تمام. ورشه الذكاء ورشه العمل البحث العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، من مبادره الذكاء الاصطناعي بالعربي برعايه اي اكاديمي ان عربي. طيب لا، احنا لسه عملنا حاجه عشان اسئلتنا. خلاص، يبقى احنا كده نبدا من هنا. موضوع البحث العلمي من اول العنوان وصياغه المشكله والفروض، وطبعا الخطوات كلها عشان ما يبقاش فيه تكرار. هتسيب الموضوع مع الدكتور انتصار، وانا يعني اكون في خلاص، انا هنضم معاكم في كراسي المتعلمين عشان نتعلم مع بعض من دكتور انتصار موضوع البحث العلمي وازاي ننفذه بادوات. كمان النهارده هناخد ادوات متخصصه. اتفضل يا دكتور انتصار. إن شاء الله. مش المشاركة منين يا دكتور راحت من عندي؟ حضرتك تعملوا مشاركة من تحت. هي راحت. حاضر، لحظة يبقى تاني. تمام. تمام كده العرض واضح معاكم. جميل. كده عندي واضح. شباب لو حد برضه يأكد من الناس اللي معانا. أعتقد إن هي الصورة واضحة. 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 دكتور لمياء، الصورة واضحة. جميل. تمام. فريق العمل عندنا الدعم الفني تمام، الصورة واضحة. اتفضل يا تمام. دكتور. هو الأول أنا هتكلم الأول على محرك البحث بتاعنا اللي إحنا هنستخدمه في كتابة البحث العلمي أو رسالة الماجستير أو الدكتوراه. هو اسمه محرك بحث مساعد للباحث العلمي، اسمه سكوبت. هو إحنا عاملين فيه منحة بندرب فيها طبعا 25,000 باحث وباحثة على استراتيجيات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، وإزاي إن أنا أعمل بحث علمي، وإزاي إن أنا أقدر أنشر دولي، وإزاي يبقى عندي بنوك أفكار بحثية. أنا مش فاهمة. مش بنقول ده التفصيل ده منها. طيب الأول أنا هتكلم نظرة عامة كده على خدمات منحة سكوب. منحة سكوب بتعمل إيه؟ بتعمل دعم للبحث والتكنولوجيا الذكية. بيعمل سكوب باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الباحثين في جمع المحتوى الأكاديمي مع الحفاظ على الأمانة العلمية. بيساعد على استخراج المصادر وتلخيص المعلومات.
هو أنا عايزة أقول برضو إن سكوبت ده هو تم إنشاؤه في سنة 2022، وهو نموذج أكاديمي ومطابق لأخلاقيات البحث العلمي. هو طبعا كان فكرة وتنفيذ دكتور محمد أنس، بس هو مش موجود معانا النهاردة لأن هو عنده منحة تانية. الشركة مقرها فين؟ شركة سكوبت مقرها في مدينة نصر في الحي السابع أعتقد يعني. احنا قدمنا كذا منحة، كان في شهر أغسطس 24 كنا حوالي 22 ألف باحث، لكن في نهاية شهر 12 اللي احنا فيه ده اهو وصلنا ل 55 ألف باحث استخدموا سكوبت. وطبعا في شراكات بيننا وبين جامعات في 16 دولة حول العالم، وشراكات بيننا وبين 110 مؤسسة تعليمية وجامعية. الفئة المستهدفة طبعا من استخدام سكوبت، طبعا المنصة دي كانت موجهة لمين؟ موجهة للباحثين اللي هم زي أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا اللي هم بيعملوا في مجال البحث والتطوير. بتعمل المنصة وبيعمل سكوبت ده مع الأبحاث المكتوبة باللغات نهائية، باللغات العربية، اللغات الإنجليزية والفرنسية، وبيمكن ترجمتها لأي لغة. وكمان بيستخدم لغات تانية اللي هي اللغات المكتوبة باللغات اللي هي اللاتينية، الحروف اللي هي اللغات المكتوبة بالحروف الأبجدية اللاتينية. يعني بالنسبة للناس اللي هم مثلا أبحاثهم بالعربي ما بيقدروش ينشروا نشر دولي، لأن النشر الدولي لازم يكون البحث مكتوب باللغة الإنجليزية. فهنا سكوبت بي إيه بيساعدهم إزاي؟ إن أنا باخد عنوان البحث بتاعي، إن أنا أكون شغالة بحث عربي، باخد العنوان البحث وبترجمه زي مثلا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، أو إن أنا أجيب مراجع يعني من لغات تانية أو أي لغة لاتينية. بجيب البحث بتاعي وبترجمه وبجيب اللغات اللي أنا عايزة أنشر بيها وبكمل البحث بتاعي على سكوبت. بالطريقة دي إن أنا أقدر أنشر دولي. كمان سكوبت بيعمل إيه؟ بيتعامل مع الأبحاث اللي هي الPDF. أنا ما بقولش إن سكوبت بيلغي دور الباحث، لا، هو بيساعده. أنا مش مع فكرة إن أي موقع ذكاء اصطناعي يلغي دور الباحث، لا، هو هنا هيساعد. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا هشتغل قبل سكوبت واشتغل كمان بعد سكوبت. قبل سكوبت هجهز الأبحاث بتاعتي اللي المفروض إن أنا هستخرج منها الرسالة بتاعتي أو البحث بتاعي. هجمع، المفروض إن أنا هقعد على المواقع بتاع الأبحاث العلمية وهجمع من عليه. وهعمل كمان خطة بحثية هدخلها على سكوبت، وده هنشوفه في المرحلة الجاية. بعد ما بدخل الأبحاث دي هو بيتعامل معاها، أنا ما بقراهاش، بس بناء على الخطة اللي أنا دخلتها، بس لازم تكون خطة دقيقة وخطة يعني بتخدم البحث بتاعي. أنا ببقى عارفة أنا هشتغل إيه. كل ما كانت الخطة دقيقة كل ما كان استخراج البحث في النهاية بحث ممتاز. مش هعدل فيه حاجة تاني بعد سكوب. مجرد إن أنا بدخل عليه الأبحاث، يعني أنا مثلا جمعت 200 بحث، لو أنا هكتب البحث بتاعي بنفسي كده من غير استخدام أداة ذكاء اصطناعي، ال 200 مرجع اللي أنا جمعتهم دول ممكن استخرج منهم الكتابة بتاعتي في قد إيه؟ كتير طبعا. أنا ممكن أمسك بحث واحد أقعد فيه 3-4 أيام عشان استخرج منه الجزء اللي أنا عايزه. أقولك بقى دول 200 مرجع هقراهم على قد إيه؟ لا، هو كل اللي أنا هعمله إن أنا هجمع الأبحاث بتاعتي دي أو المراجع بتاعتي دي وهجمعها عندي في فولدر على الجهاز بتاعي على الديسكتوب مثلا، وابقى عارفة إن دي الريفرنس اللي أنا هستخدمها في تجميع البحث أو الرسالة بتاعتي. بعد كده بفتح سكوبت وهنتعلم مع بعض نفتحه إزاي، وبرفع عليه الأبحاث دي. أنا مش هقراها، أنا مش هقرا الأبحاث، بس عارفة إن الأبحاث اللي أنا جمعتها دي اللي هتخدمني بالفعل في الرسالة بتاعتي. أنا هفتح اللاب وهفتح الموقع بتاع سكوبت، هدخل الخطة اللي أنا عملتها
هجيبها طبعا من على الشات جي بي تي، وممكن اعملها يعني اعمل عصف ذهني كده مع نفسي واجيبها، يا كده يا كده، يا بالشات جي بي تي، يا ممكن اعملها مع نفسي. وبكتبها وبدخل برفع المراجع وبسيبه بقى، ممكن اقفل اللاب عادي مفيش مشكلة. مجرد ان انا برفعهم يعني ما ياخدوش مني ساعة، اقل من ساعة كمان، كتبت الخطة وان انا ارفع عليه الابحاث وخلاص، بقفل اللاب ما فيش مشكلة منه. ممكن بعد ساعة ساعتين ارجع افتح تاني الاقيه كتب لي الرسالة كاملة. طيب انا لو ما كنتش استخدمت الاداة دي، انا كان ممكن اقعد سنة سنتين اقعد اكتب في الجزء ده. هو كده وفر عليا وقت ومجهود، وفر عليا وقت كمان ان انا ما قريتش. هو عارف انا عايزة ايه، هو جمع لي المحتوى اللي انا هقعد بقى اقراه واظبطه، وهو دي الرسالة بتاعتي. ماشي. وكمان ايه، في ميزة كمان ان هو بيديني التجميع بتاعي ملف وورد. ملف وورد، انا لو خدت الابحاث البي دي اف دي، هل انا هعرف اخد منها كوبي بيست واكتب؟ صعبة. لكن هو بيجمعها لي وبيحولها لي لملف وورد او بي دي اف، فانا هاخده وورد على اساس ان انا هاخده اشتغل عليه بعد كده، واظبط فيه حاجات طبعا، عايزة فقرة قبل فقرة، عايزة اقدم حتة قبل حتة. فطبعا يعني انا برضو هشتغل قبله، وده بقى شغل بعد منه. كمان هعمل له بارافريز، لان هو بيعملش، هو بياخد الجزء اللي انا عايزاه من المرجع وبيحطه لي زي ما هو، كأني خدت كوبي بيست، بس هو اخده. غير كده كمان في ميزة، الفقرة اللي خدها لي دي بيكتب لي تحت منها اسم المرجع ورقم الصفحة اللي هو اخدها، بحيث ان انا لو حبيت ارجع للمرجع هعمل ضغطة واحدة بس على المرجع، هشوف الفقرة دي كانت مكتوبة ازاي. بعكس ان انا لو كنت كتبت يدوي، انا بقعد اعمل لستة كده، وانا اخدت الفقرة دي من حتة لو اقعد اعلم بقى في الكتاب اللي انا كتبتها، واقعد ارتب الابحاث واعمل طابور قدام مني قد كده. لا، انا ما بحتاجش انا اصلا ورق جوه مني خالص، كل حاجة عندي على اللاب. فدي طبعا ميزة، وميزة جميلة جدا في الصدر. كمان زي ما قلت اهو، ان هو بيتيح الوصول للمصادر. انا قلت كل فقرة بيوثقها لي بالمرجع وبرقم الصفحة اللي هو اخدها منها. وكمان في ميزة جميلة جدا، ان كل فقرة بيترجمها، فيها تحت ايقونة عايز تترجمها لأي لغة انت عايزها. زي ما قلت بيخدم الباحثين اللي هم بيشتغلوا باللغة العربية. كمان الباحثين اللي بيشتغلوا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، في ساعات أنا ممكن ما الاقيش في الأبحاث الإنجليزي حتة في الشغل بتاعي مش لاقياه، لكن أجي مثلا أدور في لغات تانية لاتينية زي الألماني أو الأسباني. في علماء بيشتغلوا على النقطة دي، محدش اشتغلها وكتبها بالإنجليزي. أنا ببدأ أدور عند الناس دي، بترجم طبعا البحث بتاعي، عنوان البحث، وببدأ أدور في اللغات التانية دي وباخدها وبترجمها تاني للإنجليزي بعد ما باخدها، وبوثقها بالمرجع اللي هو اللاتيني أو الأسباني اللي أنا أخدته ده. والترجمة بتكون ترجمة احترافية بتاعت السكوب، ما بحتاجش إن أنا أدور ورا منه تاني في الترجمة. طبعا احنا قلنا ان الحتة دي ان هو درب 22، بس احنا حاليا وصلنا ل 55 اعتقد، 55 ألف باحث. ودايما بقول ان سكوبت خير رفيق للباحثين والباحثات، يعني اللي ما بيستخدمش سكوبت ندمان ندمان. وهعرفكم ازاي. ندخل بقى هنا ازاي ان انا افتح سكوبت. اولا سكوبت بيديني تجربة مجانية برفع عليها 80 صفحة علمية، 80 ورقة بحثية، 80 صفحة مش 80 بحث. سكوبت بيديني تجربة كده مجانية بتعلم عليه، بشوف هل هو فعلا بيقدر يخدمني، بيقدر يوفر معايا في الوقت وفي المجهود.
بيقدر يترجم لي، بيقدر يستخرج لي من ابحاث بلغات تانية لاتينية. هنشوف. انا على اي محرك بحث كده هكتب سكوب. تمام. واقوم ضغطة على ايقونة سكوبت اللي هي علامة البومة دي، عينين البومة. بيطلع عندي واجهة سكوبت، هي واجهة سهلة جدا جدا. ها، واجهة سكوبت واجهة سهلة جدا وسهلة في الاستخدام. مجرد ان انا بكتب على اي محرك بحث كلمة سكوبت عربي او انجليزي بيطلع لي الواجهة دي. بعمل هنا ساين اب عشان اعمل لنفسي اكونت على، نرجع تاني لانه كده فتح الصفحة بتاعتنا. تمام. بعمل ساين اب فور فري علشان اعمل لنفسي اكونت على الموقع بتاع سكوبت. اول حاجة هكتب اسمي، هكتب الاسم اللي انا عايزاه، اسمي طبعا يعني. تمام كده. انا مثلا اتصال ابراهيم اهو. تمام. انا كده كتبت اسمي. الايميل، تكتب الايميل بتاعك اللي انت بيجيلك عليه الايميلات، لان هيجيلك عليه رسالة تفعل من عليها الحساب بتاعك. تمام كده. طيب، رقم تليفون، لازم رقم التليفون يكون مرتبط بواتساب، علشان لو احتجت حاجة من خدمة العملاء هيبقى التواصل عن طريق الواتساب. تمام كده. ماشي. هنا هنختار التخصص بتاعي، سبيشاليست بتاعتي. ممكن ما الاقيش التخصص بتاعي، ممكن بختار اي تخصص قريب من تخصصي، اي تخصص قريب من تخصصي بقوم مختاره. تمام. ماشي. باسورد، بتعمل اي باسورد انت عايزه، سهل على نفسك يعني، اي باسورد انت عايزه. ماشي. ايه تاني بعمله؟ برجع تاني اكتب له الباسورد. تمام. هنا بقول له اي اجري سكوبت، انا موافق على الشروط التسليم. ماشي. بعد كده طبعا بقول له ان انا لست روبوت. ماشي. قال لك اختار كل صورة فيها دراجة هوائية. ماشي. مثلا مش كلهم ايه، ده كله اخترناه اعتقد. تمام. نفتح التاني. قلنا ان احنا مش روبوت خلاص. تمام. هو كده اتأكد ان انت مش روبوت. هتقول له ساين اب. تمام. ساين اب هو هيبعت لك رسالة على الايميل بتاعك، فالمفروض ان انت هتروح تفتح الايميل وتفعل الاكونت بتاعك.
تمام. هو هنا عشان انا اصلا عامله اكونت، فاقوم انا هفتح الاكونت بتاعي اهو. دي المفروض ان دي ابحاث انا عاملاها عليه قبل كده. انا اول ما بفتح كأنه مستخدم جديد بتبقى دي الواجهه بتاعت سكول، صفحه فاضيه قدامي كده. هنا ممكن نحط لنفسي صوره. هنا بتحكم في لغه السكوبيت سواء عربي او انجليزي او فرنساوي. هنا بديك خطط الاسعار. هنا لو في عندك مشكله بتتصل بالدعم. انا لو ضغطت على الصوره بتاعتي كده، طبعا الاسم بتاعي اللي انا مسجلاه هنا بيحول لي البي دي اف في الوورد. اشتراكات اللي انا عملتها، خطط الاسعار. بعد ما بخلص عادي بعمل تسجيل خروج. تمام. طيب انا كده عملت اكونت على سكوبت. انا عايزه ابدا بقى اعمل البحث بتاعي. طيب انا مثلا استخدمت او اقترحت عنوان كده، نعمل له النهارده تجربه على سكوبت. هاجي هنا اول استخدام خالص لسكوبت، المفروض ان انا جايبه مراجع. اول حاجه هستخدم الشات جي بي تي علشان اجيب منه الخطة البحثية بتاعتي، واجيب الكلمات المفتاحية اللي هتساعدني في كتابة البحث، في تجميع البحث. ماشي. هو العنوان اللي انا اخترته دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. تمام. انا كده هستخدم الشات جي بي تي. هعمل ايه؟ هقوم داخله كده على الشات جي بي تي، واقوم قايله له اديله وضعه طبعا عشان يديني شغل كويس. هقول له بصفتك، هديله مكانته عشان الراجل ايه يبقى محترم معانا كده ويدينا شغل كويس. بصفتك خبير اكاديمي. انا دلوقتي بقى زي ما الدكتور محمد كان بيشرح، هقول له انت شغلتك معايا كذا النهارده. هو النهارده شغلته معايا ان هو خبير في البحث العلمي. هقول له بصفتك خبير اكاديمي في مجال البحث العلمي، بتوضعه عشان يديني شغل كويس. ارغب، انا عايزه منك ايه بقى؟ ارغب بفهرس. عايزه فهرس محتوى، فهرس محتوى لخطة باللغة العربية. طبعا البحث اللي أنا هعمله باللغة العربية. باللغة العربية للبحث أو تقول له لبحث بعنوان، وأقوم قايله له اسم أو عنوان البحث بتاعي اللي أنا هعمله. كان اسمه إيه بقى العنوان بتاعي؟ دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. تمام. أنا بطلب منه كده ليه؟ بطلب منه الخطة دي اللي هي إيه؟ المفروض عبارة عن إيه؟ دي المفروض عبارة عن العناوين اللي أنا هحطها في البحث بتاعي، سواء كانت عناوين رئيسية أو عناوين فرعية. طبعا كل رسالة أو كل بحث بيبقى عبارة عن عناوين رئيسية، وبيندرج تحت منه عناوين تانية فرعية. العناوين الفرعية دي بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن كلمات مساعدة للعنوان الرئيسي.
طيب هقول له انتر. الراجل محترم اهو، احنا ادينا الوضع في الاول، جاب لنا هو بقى ايه؟ ادي فهرس اهو. قال لك انت هتكتب البحث بتاعك ازاي بقى. طبعا كل ما كانت الخطه ده دقيقه كل ما كان سكوبت بيطلع لك بحث جميل جدا، ما انتش محتاج تزود عليه حاجه. شات جي بي تي بقى اداني ايه؟ المقدمه. طبعا كل الابحاث بتحتوي على المقدمه. مراجعه الادبيات اللي هي الدراسات السابقه يعني. وبعد كده بيديك الاطار النظري، منهجيه البحث، انت هتعمل ايه، هتشتغل ازاي، طبعا النتائج، في تحديات وفي مخاطر هتقابلنا، ايه المفروض التوصيات والمقترحات اللي انت هتعملها، وطبعا الخاتمة اللي احنا بنكتبها في اخر كل بحث، وفي مراجع ومصادر اللي هي بتبقى الريفرنس اللي في نهاية كل بحث. تمام. انا هقوم واخده ده كده هو نسخ. تمام. واقوم جايه عندي على الديسك توب بره كده اهو، واقوم فاتحه ملف وورد احط فيه الشغل بتاعي ده. انا مش هسيبه مفتوح قدام الشات جي بي تي وقدام المنيو، لا انا بجهز حاجتي بحيث ان انا اول ما باجي استخدم سكوبت بتبقى كل حاجتي جاهزه. الريفرنس حطاها الريفرنس حطاها عندي في فولدر، والخطه والكلمات المفتاحيه حطاها كمان في ملف وورد. تمام. انا كده نزلت، ومش شرط ان انا احط كل الحاجه اللي الشات جي بي تي عطاها لي. انا ممكن اشيل حاجات وممكن احط حاجات. هو بيديك بالتفصيل، انت ممكن تحط الحاجه اللي هو عطاها لك، ممكن ما تحطهاش كلها، ممكن تزود حاجات انت من دماغك، تعمل برين ستورم كده مع نفسك. وفي حاجات انا عايزه اضيفها هو ما قالش ليه عليها، لا انا ادرى واحد بالبحث بتاعي، انا عارفه انا هشتغل ايه، الحاجات اللي انا عايزاها، العناوين اللي انا عايزاها ببدا اضيفها. انا كده كتبت الخطه المفروض ان انا هدخلها على السكوب. تمام. كده انا عملت الخطه. عايزاه تاني يعمل لي ايه؟ في برضو في حاجه اسمها كلمات مفتاحيه، انا بحطها او بضيفها كمان للسكوب. يعني انا بحوط على البحث من كل ناحيه بحيث ان انا ما اديش له مجال ان هو يقول لي انت ما كتبتش الحته دي. لا، ده انا بكتب لك خطه محكمه بحيث ان البحث بتاعي انا ما اضيفش له حاجه بعد كده. تمام. هو كده جاب لي العناوين الرئيسيه والعناوين الفرعيه المفروض ان انا هحطها. عايزه منه ايه تاني؟ اديله وضع تاني علشان اديني الكلمات المفتاحيه. هرجع تاني اقول له بصفتك تاني، فخم في تاني، بصفتك بصفتك خبير أكاديمي بالمجال. هو عارف بقى أنا بتكلم في إيه بالمجال، هو عارف إن هو مجال البحث العلمي. أرغب أرغب في إيه؟ بكل تعمق ودقة. شوف أنا بقى يعني يعني بديله تدقيق أهو بحيث إن هو ما يسيبش ليا حاجة برضه. بالكلمات المفتاحية، عايزك تحطها لي بقى إيه بالكلمات المفتاحية المتعلقة متعلقة بإيه؟ بالبحث السابق. هو عارف أنا بكلمه عن إيه، والراجل ذكي ومش مش غبي يعني. احنا لسه متكلمين في الموضوع اهو بالبحث السابق. البحث السابق. طيب بس كده؟ لا، ده انا هقول له كمان ايه بوضعها، وكمان تحطها لي ازاي. انا عايزاك تحطها بطريقه معينه، الطريقه اللي هي ان هي السكوبت عايزها، ووضعها بجوار
بجوار بعضها وبينهما فاصلة. مع ذلك تحط كل كلمة وتحط لي بين كل كلمة والتانية فاصلة. ليه؟ هيديني باكج كده على بعضه، هشيله هيلة بيلة واقوم حاطاه على سكوب، بدل ما اخد كلمة كلمة وادخلها. والراجل ايه زعلت مننا ليه؟ لا هو ما زعلش ولا حاجة. اللي هو بالطبع إليك قائمة دقيقة بالكلمات المفتاحية المتعلقة بالبحث بعنوان. شوفوا هو ذكر العنوان اهو، مع اني ما قلتش اسم العنوان، انا بقول له البحث السابق. هو قال لي اهو دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وقام عاطيني كلمات مفتاحية هدخلها على سكوبت علشان هتساعدني في كتابة البحث. هو كتب عندي ايه بقى؟ ذكاء اصطناعي، رعاية صحية، تعلم الآلي، معالجة البيانات الطبية، كل ده حاجات بيستخدمها الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. تشخيص الطبي، أنظمة الدعم الطبي، تحسين جودة الرعاية، الروبوتات الطبية، تحليل الصور الطبية. بقوم واخداها نسخ وبقوم رايحة للفايل اللي أنا فتحته وبقوم عاملها بيست. خلاص أنا جهزت كده الخطة وحطيتها عندي في ملف وورد بره. تمام. أنا عايزة إيه تاني؟ أنا كده جهزت الخطة، العناوين الرئيسية والفرعية، وجهزت الكلمات المفتاحية. إيه تاني هعمله قبل سكوب؟ هجمع الأبحاث اللي أنا الريفرنس اللي أنا هشتغل من عليها. هقوم داخلة على أي موقع من مواقع اللي بنجمع من عليها الأبحاث، زي مثلا جوجل سكولر أو كونكتد بيبر أو أي موقع بنجمع من عليه أبحاث، أو بابميد. غالبا ما بنستخدم كلنا الباحث العلمي ده. بقوم كاتبة اسم البحث بتاعي اهو واعمل له سيرش اهو، طلع لي حاجات كتيرة جدا على البحث بتاعي. انا ببدأ اختار بقى، ببدأ اختار بالذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر. ماشي، ادي واحد اهو PDF، وبقوم عامله له تنزيل. بضغط على الايقونة دي وبقوم منزلاه عندي وبحمله في الفولدر الموجود اللي انا مجهزاه بره على الديسك توب، اللي انا هشيل منه احط في سكوبت على طول. وده البحث التاني اهو برضو. كفايه ان احنا ناخد بحثين. تمام. هرجع بقى لسكوبت كده. دي صفحه سكوبت فاضيه عندي اهي. هبدا ادخل بقى الداتا بتاعتي كلها. اول خطوه انا هعملها كلمه، اول ما فتحت وانا لسه ما عملتش عليها اي شغل خالص، لو انا لسه مستخدم جديد، دي الصفحه اللي هتبان دي. عايزه ادخل بقى البحث بتاعي عشان اشتغل. هقول له اضيف بحث. ماشي. ساعه ما اقول له اضيف بحث هيقوم جايب لي الصفحه دي كده. اسم البحث ايه؟ بحثك اللي انت عايز تعمله او رسالتك اللي انت عايز تعملها كان اسمها ايه؟ قلنا دور، نكتب بقى اسم البحث بتاعنا اهو، دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. تمام. انا كده دخلت عنوان البحث بتاعي. ايه تاني انت عايزه؟ ايه تاني انت عايزه اسلوب؟ بقول لك عايز ايه؟ عايز الكلمات المفتاحية. شوف كاتب جنبها ايه بقى؟ يجب وجود فاصلة بين كل كلمة. ده السكوب بتاع ده اللي شات GPT طلبت منه وعملها فعلا زي ما السكوب عايزها.
هقوم رايحة للوورد اللي أنا عملته، تمام، وأقوم رايحة جايبة أهي الكلمات المفتاحية اهي اللي أنا جبتها، بقوم واخداها كوبي اهي ماشي، وأقوم رايحة لسكوبت. أنت عايز هنا إيه؟ أنت عايز الكلمات المفتاحية اهي، كلماتك المفتاحية أنا حطيتها لك اهي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بحيث في حاجات انا مش عايزاها، يعني هو خد الباكج كده على بعضه، جبناه من هناك كوبي حطيناه هنا بيست على طول، قمنا ايه لصقينه هنا في الكلمات المفتاحيه. اقدر ازود، اقدر ازود، عندي هنا مؤشر اهو، ادخل مثلا حاجه انا عايزاها، كتبت الكلمه واقول له انتر. عايزه اضيف حاجه، يعني في حاجه انا افتكرتها وعايزه اضيفها وهتساعدني والشات جي بي تي ما جابهاش ليا، انا هضيفها. طيب في حاجات انا مش عايزاها، شوف اما بقف بقى على كل كلمه اقدر امسحها لوحدها من الاكس اللي جارها دي كده، الكلمه دي مش عايزاها، ماشي، دي كمان انا مش عايزاها، عايزه اضيف، عايزه احوش. عندك الخيار ان انت تقدر تضيف او تحذف من الكلمات المفتاحيه. ما كانتش الكلمات المفتاحيه هتظهر معاك بالشكل ده، سكوبك مش هيقراها، مش هيقراها، لازم تكون كده كل كلمه منفصله لوحدها. يعني اهي مثلا اهي، لا حذفتها، عايزه اضيف بضيف واقول انتر. تمام، تمام، انا كده حطيت له كلمات المفتاحيه. هو هنا سكوبت بيشتغل على 3 اللغات، اللغات دي بيشتغل على اللغات دي عربي انجليزي فرنساوي، وتضاف له اللغات اللاتينيه، اللغات الابجديه اللي بتبدا بحرف لاتيني، لانه في لغات هو في لغات هو مش بيخدمها، بس هو جاري العمل عليه ان هو يخدم جميع اللغات ان شاء الله قريب يعني، زي مثلا الروسي، الكوري، الصيني، الياباني. لا ما بتعاملش مع اللغات دي، بس ان شاء الله يتعامل معاها قريب. هنا اللغات اللاتينيه دي الاخرى دي هي دي لسه متضافه له جديد، بقى لها كام شهر، هو كان بيتعامل بس مع ال3 لغات ده هم، العربي والانجليزي والفرنساوي، بدا يضاف له اللغات اللي هي بادئه بحرف لاتيني. طيب البحث بتاعي هل هو انجليزي؟ لا ما هوش انجليزي، البحث بتاعي باللغه العربيه، لازم اعلم على لغه البحث، لان لو سبته متعلم على الانجليش او على الفرنسي او اللغه اللاتينيه الاخرى مش هيقرا لي، مش هيطلع لي، فلازم اكون مركز جدا وانا بشتغل على سكوب. مقابل ايه؟ ان انا هرتاح بعد كده، الشغل بتاع سكوب ده ما ياخدش ساعه، ما ياخدش ساعه ان انا اقعد ارفع خططي ومراجعي والكلام ده كله، ما ياخدش ساعه. ماشي، هنا الموضوعات بقى، ايه هي الموضوعات اللي انا جبتها؟ دي الخطه اللي انا جبتها طبعا من على الشات جي بي تي، ان انا ببدا اعمل برومتنج انجينيرنج اللي هي هندسه الاوامر. يعني ايه هندسه الاوامر؟ ان انا بظبط لك الحاجه اللي انت عايزها، حطيت لك العنوان، حطيت لك الكلمات المفتاحيه، قلت لك لغه البحث ايه، هبدا احط انا بقى ايه الموضوعات بتاعتي اللي هي عباره عن ايه، انا لسه جايباها، اللي هي العناوين الرئيسيه والعناوين الفرعيه. كده مثلا اول حاجه المقدمه زي ما قلنا، بقوم واخده بقى من هنا كوبي بيست، كوبي بيست من كل حاجه، اللي هو الاصفر ده انا معلماه، ده اللي هو العنوان الرئيسي، اللي تحت منه عنوان فرعي. تمام، هاجي هنا كده المين توبك اللي هو العنوان الرئيسي، وبقوم حاطه اهو. تمام، ماشي. طيب تحت العنوان الرئيسي ده في عناوين تانية فرعيه، المفروض ان انا بحطها، هقوم رايحه جايبه من الوورد بتاعي دي العناوين الفرعية اللي هبدأ أحطها وأرصها واحدة واحدة كده مع نفسي وباطمئنان، علشان يبقى الشغل بتاعي مظبوط. أهو ما أهو عاملة ليست، الله، ده هنا عنوان رئيسي وتحت منه عنوان واحد فرعي، وأنا عندي كذا عنوان فرعي. كده بقى أعمل إيه؟ المربع ده أهو، ده أهو
في كلمة أضف، أقوم ضايفة يطلع يضيف لي عنوان تاني فرعي. أضف، أو طول ما أنا عايزة عناوين فرعية أعمل أضف أضف أضف. ماشي، على عند ما أخلص العناوين بتاعتي كلها اللي أنا حاططها. يعني أنا خدت كده عنوان، ده التاني أهو، هبدأ كل بقى همشي عليهم كلهم كده. بس أنا هوريكم حتة بس يعني منها أنا مدخلاه، وهوريكم بقى اللي أنا مدخلاه عشان ما ياخدش مننا وقت برضه. تمام. طبعا ممنوع النقط، ممنوع الإشارات، ممنوع الفواصل، كلمة كده ما فيش جنبها أي حاجة. طيب العنوان التاني مثلا، وهفضل بقى إيه أضيف كل العناوين بتاعتي، كل العناوين بتاعتي اللي أنا جبتها هناك في الوورد هبدأ أدخلها. طيب هنا مثلا ندور على عنوان تاني. كده مثلا ده عنوان تاني رئيسي أهو. هو المفروض إن أنا يعني خدت دول كلهم، بس أنا يعني إيه بعرف حضراتكم بس إيه المفروض هنشتغل عليه إزاي عشان ما ياخدش مننا وقت طويل. وابدا احط العنوان التاني اهو الرئيسي. طيب طيب ده هو العنوان الرئيسي ده اهو، ما عادش تحته حاجه خالص اهي، ما عادش تحته حاجه تتكتب. في عناوين تانية عايزه اضيفها له، قلت هنا اضيف عنوان فرعي، يبقى ده عنوان رئيسي. اضيف عنوان فرعي هينزل لي بعناوين فرعيه. طب العنوان الرئيسي ده اهو لو انا عايزه ورا منه على طول عنوان رئيسي تاني، بقوم جاي على الفرع ده اهو، على الدباش ده اهي، واقوم ضغطه عليها بيعمل لي ديليت. تمام. أضيف عنوان هيدينا عنوان تاني رئيسي، وافضل على المنوال ده لعند ما اخلص كل الخطة بتاعتي اللي انا كاتبها، واعمل كلمة سيف او حفظ. ما انساش كلمة حفظ، انا لو ما عملتش حفظ مش هيقرا الحاجات اللي انا دخلتها ده ولا كأني دخلت. تمام. تمام انا كده دخلت اهي، وبص كده هو عملها ازاي أهي. الموضوعات اللي انا دخلتها اللي هي المفروض الخطة، نبص عليها كده وعملها ازاي، جابها لي كده. المفروض ان انا حاطه بقى الحاجات كلها، المفروض ان انا حاطه كل الحاجات اللي انا طلعتها دي، هنا العناوين وهنا الكلمات المفتاحية. طيب ده انا في عنوان نسيت احطه. لا ده في كلمة مفتاحية انا مش عايزاها. يعني كده خلاص انا سيفت كده الدنيا راحت مني؟ لا الدنيا ما راحتش مني ولا حاجة. هاجي عند كلمة تعديل ده واقوم عامل كليك عليها، هيرجعني للشغل بتاعي تاني من اول وجديد. عايزه اضيف، عايزه احذف، عايزه اعدل اي حاجه بيبدا يعدل. تمام. واقوم عامله له سيف تاني. تمام. ماشي كده انا خلصت. هو في عندنا 4 ايقونات رئيسيه لازم اشتغل عليهم، على ال4 ايقونات الرئيسيين دول. وكل بحث ابدا ادخل المراجع، اضغط على كلمه مراجع. تمام. هنا اهو كلمه اضف مرجع، اضف مرجع. هنا عايز عنوان المرجع وعايز ارفعه. المفروض ان انا اصلا دخلتهم عندي وانا كنت مجمعه الحاجه في فولدر زي ما انا قلت. طيب انا بجيب الاسم ده منين بحيث ان انا ما احطوش غلط؟ انا لما جيت ابحث بالصفحه بتاع جوجل سكولر اللي انا بحثت عليه، وخدت البحث الاولاني ده هو البحث الثاني، في هو تحت كل بحث في كلمه اقتباس اهي، لما بضغط عليها كده طبعا كتابه الريفرنس، كل كلية لها طريقة في كتابة الريفرنس بتاعها. في بيكتب النظام الأمريكي، في بيكتب اللي هو الفانكوفر، في كذا طريقة لكتابة المراجع. احنا عامة بنكتب بالاي بي اي اللي هي الوسطانية ده السيتيشن بتاع البحث، او يعني اسم المرجع بتاعه. بقوم ضغط عليه كده اهو، ازرقت اهي، اقوم عامله كليك يمين، عاملاها كوبي. تمام. ممكن اخدهم برضو في فايل وارتبهم بترتيب الريفرنس بتاعي.
علشان انا قلت مش ايه، علشان ما ايه ما اشغلش نفسي ان انا كل شويه هعمل سيرش على المواقع. ممكن اخد كل واحد كده وارتب، اقوم واخداها اهو كوبي، واقوم راجعه لسكوبت، واقوم كاتبه ده منين بتاع ايه، بتاع الريفرنس اللي انا هضيفه اهو، واقوم عامله له بيست. الاسر ممكن يحط نقطه ما اسيبهاش فاضيه، يا اما ارجع اكتب له تاني اسم الريفرنس. اهم حاجه ما اسيبهاش فاضيه. ممكن احط لها نقطه، اعمل بيست تاني للايه، لعنوان الريفرنس. طيب هنا اهو بقى بسحب المرجع. بسحبه منين؟ انا عارفه انا عاينه حاجتي فين. تمام. المفروض ان انا عاينه حاجتي في فولدر على الديسك توب. انا كنت مجمعاهم اصلا قبل المحاضره على طول عشان ما ناخدش وقت. ماشي. هو فين بقى البحث؟ ده البحث اللي انا اخدته عنوانه اهو، اقوم ضغط عليه واقول له اوبن. نبص هنا كده اهو، مش كده رفع البحث، هيبدا يقراه مع نفسه، مش هقرا معاه ولا حاجه، هو هيقراه. طيب البحث باللغه اللي هي العربي، لازم أأكد كل مرة لغة البحث إيه؟ عربي. تمام؟ وأعمل سيف، وأعمل سيف. تمام؟ طيب عايزة أضيف كمان مرجع، آخد بقى مراجع واحد واحد كده. ضيف كمان مرجع قدامكم كده. طيب أرجع أقول له هو خلاص أهو المرجع ده اتضاف أهو، العلامة ده أهي، ده أهي. إما تخضر يبقى هو قراه، هو يبدأ يعد أهو، هيبدأ يعد ويشتغل ويقرأ، وبناء على الخطة اللي أنا دخلتها والكلمات المفتاحية هيبدأ يطلع لي الشغل بتاعي. وبدأ يقرأ اهو 3%. طيب اقرأ يا عم براحتك، وأنا هدخل لك كمان بحث. هبدأ أدخل بقى مراجع واحد واحد، مش هستنى طبعا لما يخلص قراية، لا، هبدأ أصف مراجع كلها ورا بعضها. طيب البحث التاني هقوم راجعة تاني برضو زي ما أنا قلت، يا إما ببقى أخدهم واخداهم بره وعارفة أنا مرتباهم إزاي. أنا كنت واخدة البحثين اللي في الأول دول، هقوم جاية هنا برضو على كلمة اقتباس أو سيتيشن أهي، وأقوم عاملة عليها كليكة واحدة، واقوم واخده نظام الاي بي اي، واقوم ضغط عليه تاني واخداها كوبي. تمام. واقوم راجعه لسكوبت، واقوم مدخله له اسم المرجع اللي انا هبدا ادخله اهو. وهنا قلت يا اما بعمل لها بيست برضو، يا اما ايه، بحط نقطه كده. تمام. احط نقطه، المهم ان انا ما اسيبهاش فاضيه، احط النقطه يقوم عامله كاتبه نفس العنوان تاني اللي انا كتبت فوق منه اهو، ما اسيبهاش فاضيه، بس سابت فاضيه مش هيقرا البحث. واقول له اسحب المرجع فين تاني اهو، ده البحث التاني اهو، واقوم عامله له اوبن اهو. شوف، شوف ما شاء الله في ثانيه رفع البحث عليه، في ثانيه، في ثانيه الا ثانيه حتى. واقوم مختاره لغه البحث، واقوم عامله سي. تمام. تمام. انا كده رفعت مرجعين، انا كده رفعت مرجعين، هو يبدا يقراهم بقى. انا طبعا كنت رافعه الشغل ده قبل المحاضره على طول علشان ما ياخدش وقت معانا. هو مش هياخد وقت في القرايه، يعني 10 دقائق او ربع ساعه بالكتير هرجع له هلاقيه قراه. طيب انا بقى هشوف اهو، ده نفس البحث اهو. نشوف بقى العناوين اللي احنا حاطينها اهي، الموضوعات اللي كنا حاطينها اهي بالشكل ده اهي. تمام. اهي واضحه عندنا خالص اهي. تمام. كل دي بقى اللي انا حطيتها بقى كلها، انا بس وريتكم بقى ايه احنا بنحطوها ازاي، لكن انا كنت حطاها قبل ما نبدا المحاضره على طول عشان ما ناخدش وقت. طيب نروح على المراجع اهي، نبص كده نشوف المرجع عمل فيها ايه. اتبرد اهي، بروسيد بروسيد، هو خلاص قراهم وطلع كل حاجه انا عايزها. لما يوصل 100%، 100% يبقى خلاص هو كده قرا معايا الابحاث اللي انا دخلتها. طيب في حاجه اسمها بحث موسع. يعني ايه بحث موسع؟ دي بقى الشغل اللي هو طلعه لي، هضغط عليها كليكه، انا باخدها مراحل كده، ادخل خطه، ادخل ريفرنس، اشوف النتيجه. النتيجه دي امتى بشوفها بقى؟ لما بسيبه بقى يقرا مع نفسه كده
ممكن ادخل ابحاثي كلها ال 200 او ال 300 بحث، ادخلهم بالليل واقوم الصبح افتح الاقيه مخلص وقاري وشكرا. شكرا، انت ما تعبتنيش في حاجه. تمام. أهو. نيجي نبص بقى. أهو. ما شاء الله بقى، شوفوا نتائج قد ايه. اقرا، اقرا البحثين، بحثين بس اهو، وبدأ يديني نتيجه اهو. اداني نتيجه بقى، نتيجه على ايه؟ بناء على ايه؟ على الخطه اللي انا كنت مدخلاها. كل دي نتائج هو طلعها ليا من البحثين اللي انا دخلتهم. ما بالك بقى انا مدخله 100 و200 بحث. ما شاء الله بقى، يعني ما شاء الله. وهو كتير كده ليه؟ عشان انا مدخله خطه بحثيه. طيب الحاجات اللي هي لا يوجد نتيجه. لا يوجد نتيجه، ليه لا يوجد نتيجه؟ لان انا طبعا ما دخلتش كم ابحاث كامله. انا لما باجي اعمل رسالتي طبعا بجمع ريفرنس بتغطي البحث بتاعي كله. طيب خلاص كده؟ لا مش خلاص. هو جاب لي النتيجه، انا عايزه اخدها منه بقى. اخدها ازاي؟ اما اشتغلنا على الثلاث مواضيع اهو: موضوعات، مراجع، بحث موسع. تمام. في اخر ايقونه اللي هي اسمها الجراف او درافت او المسوده. تمام. هقوم جاي هنا اهو. طبعا هي مش على قد بحث واحد بقى، يعني المفروض ان انا لما هاجي استخدم سكوبد هعمل عليه العديد من الابحاث. فكل بحث لازم اعمل له درافت او مسوده بتشيل الجزء الوورد بتاعه. هقوم قايله اضف مسوده، اضف مسوده. الدرافت مش هسيبها كده، لازم اميز الدرافتات او المسودات من بعضها لو انا هشتغل كذا بحث على سكوبل. تمام. ممكن اسمي الدرافت دي بايه او المسوده دي بايه؟ اسميها باسم. لا، نعلم بقى، يعني انت علمها بقى بالطريقه اللي انت عايزها، بحيث ان انت لما تيجي تعوزها ترجع لها. انا هعملها اللي هي الذكاء الاصطناعي، هسميها باسم البحث، بحيث ان انا لما اجي اعمل سيرش عليها الاقيها على طول. الذكاء الاصطناعي والرعايه الصحيه مثلا، والرعايه الصحيه. يبقى انا كده علمت ان المسوده دي بتاع البحث ده، واعمل حفظ مسوده. تمام. هي المسوده ما زالت فاضيه، المسوده ما زالت فاضيه. ارجع بقى لايه؟ للنتيجه بتاعتي. البحث الموسع ده اهو، اهو. وافتح. شايفين هنا شغال. لا. اقوم جاي هنا بقى ايه؟ على النتيجه اللي هو طلعها عليها كده، وامسك بقى الفقرات فقره فقره. شوفوا زي ما قلت لكم في الاول، الفقره اهي تحت منها، تحت منها اسم البحث اللي جه منها اهو. طيب وكمان ايه؟ رقم الصفحه اللي هو خد منها الفقره دي. انا لو ضغطت عليها هيفتح لي البحث البي دي اف. لو ضغطت على كلمه الصفحه ده يبقى هنا كده وثق لي الفقره بالبحث. كل فقره هو اداها لي وثقها لي باسم المرجع وبالرقم الصفحة. لو ضغطت على رقم الصفحة هيوديني على البحث نفسه، على الفقرة ده اهي جاية من الصفحة الفلانية من البحث الفلاني. طيب. في هنا ايه تاني؟ هنا ترجمة. طيب الفقرة ده اهي انا عايزة ترجمها لأي لغة. انا قلت ده اللي بيخدم الناس اللي هم بيشتغلوا بلغة عربية او بيشتغلوا بلغات مش لاقيين فيها ابحاث، فبيبدأوا يجيبوا بلغات تانية. انا عايزة ترجم الفقرة ده اهي لإنجليزي أو فرنساوي أو أي لغة تانية لاتينية. أنا هختار، أنا عايزة أترجمها لإنجليزي، أقول له ترانسليت. جاري الترجمة. كمان بيترجم لي ترجمة، وترجمة إيه؟ ترجمة احترافية. ترجمة احترافية ما فيش فيها غلطة. لو جينا نقرأ مثلا ترجمة الفقرة هنلاقيها بالظبط ترجمة احترافية. تمام؟ طيب
انا هعمل ايه بقى بعد كده؟ انا عايزه املى المسوده بتاعتي اللي انا عملتها عشان اخد الملف الوورد بتاعي وابدا بقى ايه اكمل رسالتي. بين كل فقره، بعد كل فقره في هنا كلمه اضف الى المسوده، هضغط على السهم الصغير ده اهو. طب المسوده اللي انا اخترتها وهجمع عليها شغلي كانت ايه؟ اهي الذكاء الاصطناعي، صح؟ همشي على كل الفقرات فقره فقره كده واضيفها للمسوده بتاعتي. تمام. كل الشغل اللي هو عمله ليا ده هبدأ امشي عليه. الفقرة اللي انا عايزة احطها اللي انا مش عايزها مش هحطها. تمام. وبيحطها لي ايه؟ بيحطها لي بعنوانها، العنوان بتاعها ده بيحطها. هو بيقسم لي بقى زي ما انا قسمت كده في الاول هيديني الوورد كده بالظبط. همشي على كل مسودة واعمل لها اضافة على كل فقرة واعمل اضافة للمسودة. تمام. هي طبعا الفقرة هي متوثقة باسم المرجع وبرقم الصفحة. فانا همشي بقى يعني ايه، هو المفروض يعني ان انا اقعد اقرا او اقرا بعدين في فقرات برضو مش هحتاجها. لو انت بتقرا كده الفقره دي مانيش عايزها، خلاص ما تضيفهاش، عديها عديها ما تضيفهاش للمصدر بتاعتك. احنا تمام. المفروض ان انا همشي عليهم بقى كلهم كده واعمل اضافه للمسوده اللي انا فتحتها، اضافه للمسوده. طيب في كمان حاجه، انا دخلت بحث. يعني الواحد لازم يكون دقيق ان هو بيدخل البحث او الريفرنس على سكوبل. انا دخلت ريفرنس ومش عايزاه، اتحسب عليه، اتحسب عليه في الباقه بتاعتك. فلازم نكون دقيقين شويه في اختيار الابحاث بتاعتنا. شوف انا غلطت وضفتها مرتين، فهو بيقول لي لا انت ضفتها قبل كده مش هضيفها لك تاني. ده ذكاء بقى، ذكاء اصطناعي بقى. وابدا امشي بقى عليهم كلهم واحده واحده كده. طبعا أنا مش هعملهم كلهم برضو يعني معلمكم بس الطريقه. تمام. تمام. قلنا الفقره اهي دي يعني أيقونة الترجمة. أنا عايزة أترجمها الإنجليزي بترجمها، عايزة أترجمها الفرنساوي أهي بقول له ترانسليت. غير الترجمة أو ترجمة ليا في ثانية، في ثانية. تمام. أعتقد كفاية كده إضافات. هي بس إيه بعلمكم بس الطريقة. تمام. تمام. أرجع بقى للمسودة بتاعتنا. اسم المسودة فين؟ أهي. بقوم ضغطة عليهم. تمام. تاني. أنا ضغطت على المسودة يرجع تاني يخير على الفقرات. شوف جاب لي الفقرة والترجمة بتاعتها، الفقرة والترجمة جابهم لي هما الاثنين. تمام. تاني هيفتح لك المسودة، هيقول لك انت فعلا محتاج الفقرة دي، وبرضه اهي متوثقة باسم المرجع ورقم الصفحة. انت عايز الفقرة دي؟ هقول له اه لايك. لايك خلاص هو حطها لي في الوورد. لا مش عايزها هقول له ديسلايك. لا ما تحطهاش لي في الوورد، لا بس انا عايزها اهو. وامشي عليهم كلهم برضه تاني. شوف الدقة لما لفين. يعني هو برضه يعني مش عايز يديك حاجة انت مش عايزها وخيرك مرتين، مرة وانت بتضيف المسودة ومرة تانية بيأكد عليك المسودة كده انت عايزها ولا ايه، وتبدأ تعمل بريك على الحاجة اللي انت عايزها. كده يبقى انا ضفت كل حاجة هو خرجها لي لملف الوورد بتاعي اللي انا هبدأ اخده واعمل له بارافريز طبعا عشان نزيد الاقتباس. وطبعا هو جاي العمل في سكوبت ان هو يعمل موضوع تقليل الاقتباس ده برضه. يعني هما بيطوروا فيه ان هو
إن شاء الله يبقى فيه كل الخدمات للباحث العلمي. أعتقد هم دول بس الشغل اللي احنا دخلناهم. طيب تمام. هات لي بقى يا عم الحاج إيه، حملها لي بقى بصيغة أهي الوورد. أنا ضغطت عليها تحميل أهي، حملها لي هنا أهي، أهي فوق أهي، أفتحها. أدا البحث بتاعي اداهولي على هيئة وورد. أدا العنوان، وبدأ بقى يديني اهو العناوين بتاعت اللي انا حطيتها، ويديني الحاجات اللي هو طلعها ليا من الشغل بتاعي. تمام. وده بقى البحث بتاعه طبعا دي حاجات بسيطة اللي احنا دخلناها، احنا ما عملناش كل الشغل، ما دخلناش فقرات يعني، هي طريقة بس عشان نتعلم بيها ازاي ايه بناخد الملف الوورد بتاعنا ده. تمام. وبعد كده انا باخده بقى بسيبه، وباخده عندي بره، وببدأ اكمل شغلي، اعمل له سيف از، حفظ باسم ايه، وانت بقى ايه بتبدأ تسيب الشغل بتاعك. وانت كده وشكرا يا شكوبت، انت اديتني البحث بتاعي كتر خير. مثلا لو انا مثلا هسيبه على الديسكتوب مثلا او اي حاجة بقى كتير، خلاص انا خدته معايا بره. كده سكوبت حلو ولا مش حلو؟ كده انا خلصت الشغل بتاعي، ويا رب يكون سكوبت عجبكم ان شاء الله باذن الله تعالى. واتمنى ان انتوا تجربوه طبعا في التجربة المجانية، وتشوفوا هو كويس ولا مش كويس، بس هو ان شاء الله يطلع كويس باذن الله. بحب ان انتوا طبعا ايه تجربوه. وشكرا لحضرتك يا دكتور محمد ان حضرتك اتحت لي الفرصة دي النهارده. شكرا لحضرتك دكتور انتصار. تسلم. آه الله يكرمك. انا بصراحه يعني سعيد بالمعرفه النهارده دي، وبان انا شخصيا اتعلمت ورجعت كده بقى موضوع الابحاث. وبقى لي فتره كبيره بصراحه ما عملتش ابحاث اكاديميه من ايام الماجستير. فلان هو الموضوع طبعا بقى ليه تكنيك شويتين، طبعا متخصص يعني. لا هو الصراحة لكن ما شاء الله اداء جميله. و أداة جميلة جدا، وبتوفر وقت ومجهود وكل حاجة. طبيعي، ما هو ودي سمه في ادوات الذكاء الاصطناعي كلها، زي ما شفنا بدايه من الجنرال حتى اللي هي الادوات العامه للادوات المتخصصه. والنهارده شفنا بقى بعينينا يعني ايه اداه متخصصه. يعني دلوقتي ده سكوبوت، ده حاجه خاصه بالبحث العلمي، ماجستير ودكتوراه. آه، لكن مثلا لو انا مثلا وليكن حبيت اعمل بس اعمل بصور، خلاص هو ما بيعملش صور، هو متخصص في اداه مهمه محدده. بعكس بقى طبعا جي بي تي او الادوات العامه زي ما احنا فهمنا في المبادره او محتوى المبادره الاساسي، ان احنا في عندنا حاجه اسمها ادوات عامه في الادوات في الذكاء في الاي اي، في الاي تولز او ادوات الذكاء الاصطناعي. وبعد كده في عندنا ادوات متخصصه زي ما عرفنا ان في ادوات خاصه بالصور، ادوات خاصه بالمواقع، ادوات خاصه ببحث علمي زي كده، ادوات خاصه ب ان احنا مثلا نكتب مقالات سوشيال ميديا وهكذا. كل حاجه ليها ادوات متخصصه. زي ما شفنا برضو في جي بي تي والجي بي تيز. يعني الجي بي تي هو اداه كبيره اللي هو يعرف في كل حاجه يشتغل فيها، وجواه حاجه اسمها جي بي تيز اللي احنا شفناها وخدنا منها ساعتها. حتى في الورشه اللي فاتت خدنا حاجه اسمها سكولر جي بي تي، حاجه خاصه بالبحث العلمي. يعني طبعا نقدر نقول قريبه او شبيهه من سكوبوت، بس طبعا سكوبوت مركز اكتر وطلع لنا شغل اللي هو ايه مطابق للمعايير الخاصه بالبحث العلمي. نيجي طبعا نشكر دكتور انتصار على المحاضره الجميله دي، ربنا وان شاء الله يخليك. يبقى لنا لقاءات تانية عشان نستفيد منها اكتر واكتر يعني. بإذن الله تعالى. نيجي لفقره الاسئله. الاسئله ايمن بيوصل شكر لحضرتك، ويك شكرا يا بروف.
شكرا يا دكتور أيمن، شكرا شكرا. آه ومين نشوف لو في أي سؤال يا شباب معاكم، سواء في الصوت أو من خلال الشات. حد رفع ايده في